صيفاً أو شتاءً دائماً الموسم مناسب لممارسة اليوغا ذات الفوائد الجميلة للجسم وللنفس. لم تعد رياضة اليوغا حكراً على ذوي الأصول الهندية فقط، فهذه الرياضة باتت تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. وذلك لما لها من فوائد بدنية عديدة، مثل تحسين مرونة العضلات وتقويتها، تحسين الثبات والتوازن، وحرق السعرات الحرارية، وتخفيف حالات التوتر والقلق. بحلقة اليوم رح نتعرف أكثر على رياضة اليوغا مع الكوتش نضال، بس خلونا نروح لهذا الفاصل. مين اخترع رياضة اليوغا وكيف كانت بداياتها في فقرة كيف بدأت؟ رأي الأطفال برياضة اليوغا في فقرة ما هو رأيك؟ وأكيد فوائد رياضة اليوغا رح نتعرف عليها من الكوتش نضال بس بعد الفاصل. كوتش نضال، خلينا بالبداية نتعرف على رياضة اليوغا. طبعا رياضة اليوغا هي أساسها هندي. طبعا أسسها الحكيم شيفا منذ آلاف السنين. بس خلينا نحكي نحن كونه في رياضة الأطفال، فإنه هي رياضة بتساعد كثير على نشر المحبة والسعادة والسلام. نحن بالمركز السوري لليوغا بإدارة الإتشاريا مازن عيسى طبعا سعينا وما زلنا عم نسعى بهذا الموضوع لتواجد اليوغا بشكل كبير بمدارسنا بالعموم، لأنها هي بتنشر السعادة وبتنشر المحبة والسلام، وخصوصا نحن عشنا 7 سنين من الحرب. فنحن أكثر حدا بحاجة لهذا الموضوع اللي هو السلام. طبعا نحن بنشوف شعوب اليابان، شعب اليابان حقق السعادة وحقق المحبة وحقق كل النجاحات من خلال ممارسة اليوغا ومن خلال العمل التشاركي اللي هي كتير بتساعدنا انه نحن نتشارك مع بعض. بالإضافة انه هي بتخلينا بمجال آخر انه نزيد بالأنا، يعني ما عاد في عنا شيء اسمه أنا، كلياتنا بنصير نحن تمام، مشاركة تعاون بشكل كبير. وهي الفوائد أو هي تعريف اليوغا بشكل عام. يعني إذا كوتش خلينا نتعلم بعد تمارين اليوغا، شو رأيك؟ اوكي تمام، تفضلوا. هلا اول شيء نحن كممارسه اليوغا اهم شيء نحن لازم ناخذ التنفس هو من الانف، شهيق وزفير من الانف. طبعا خلينا بس نبلش بتجربه بسيطه معكم نحن. تمام، نحط ايدنا شوي على بطننا جميعا. تمام، مع الشهيق ننفخ البطن، مع الشهيق ننفخ البطن شوي، مع الزفير نبلع البطن. الزفير من الأنف، شهيق وزفير من الأنف. طبعا نحن التم ما عاد لنا شغل فيه. السبب الرئيسي انه نحن بنستخدم الأنف بالشهيق وبالزفير طبعا لوجود شعيرات بتنقي لي الهواء ودخول الهواء بشكل دافئ الى الأجهزة التنفسية. تمام، فنحن هلا نخلي الشهيق، ناخذ شهيق مع نفخ البطن، زفير نخليه أطول من الشهيق مشان كل شيء في عنا نحن اضطرابات أو اكتئاب أو أي شيء سلبي بيطلع. تمام، فبنكرر هذا الموضوع نحن ل10 مرات كبداية لليوغا مشان نتعود على النفس الصحيح. هي بس إن نحن للأسف متعودين إنه شهيق وزفير، شهيق من الأنف وزفير من الفم. ولكن هو الشكل الصحيح إنه نحن نتنفس من الأنف شهيق وزفير مثل ما علمتكم بهذه الطريقة. طبعا في وضعيات باليوغا كثير مثل وضعية القطة، وضعية الشجرة، وضعيات التوازن كثير بتساعدنا على التوازن العاطفي والعقلي والجسدي.
بالإضافة وضعية القطة والشجرة والماسة كل هاي الحكيم باتنجالي بسنة 2000 منذ 2300 سنة أسس هي الأشياء، أخذها من الجماد ومن الطبيعة ومن الحيوانات، وكلها هي بتساعد أجسامنا للوقاية من هشاشة العظام، ونكون نحن بجسد سليم ومعافى. وأهم شيء نحن بأجسادنا طبعا هو العمود الفقري. طبعا نحن بس يكون عمودنا الفقري بشكل سليم فنحن جسدنا سليم. والتنفس هو أساس كل شيء. نحن فينا نتخلى عن الماء، عن الطعام، عن الشراب، عن أي شيء، تمام؟ بس ما فينا نتخلى عن النفس. النفس هو أساس كل شيء. نحن تنفسنا بشكل صحيح معناتها نحن أجسادنا صحيحة. طيب ناخذ حركات باليوغا. أي موجود. هلا بنلاحظ نحن هون العمود الفقري كيف هون نحن بهذا الشكل، تمام؟ نحن هون محافظين على العمود الفقري بشكل سليم ومعافى، وهون نحن عم نقوي العظام، تمام؟ بناخذ وضعية الماسة. هون نحن عم نعمل استطالة للعضلات وتمدد للعضلات، ستريتشنج بشكل قوي، وهذا الشيء بيساعدنا وبيعطينا مرونة لأجسادنا. تمام، نرجع وضعية القطة. تمام، ناخذ وضعية الجبل أو رقم 8. تمام، طبعا هون بيكون كعابنا ملامسين للأرض. هاي الوضعية كتير فيها نوع من المرونة والشد للعضلات بشكل جيد، بتعطينا قوة وثقة بالنفس. اوكي، نرجع وضعية القطة. تمام، بناخذ توازن نحن واقفين. اوكي، خذوا نفس. تمام، ارفعوا الرجل اللي بترتاحوا فيها. طبعا نحن مشان نتوازن ناخذ نقطة، نثبت نظرنا بنقطة بالأرض ومنتوازن، أو منأغلق العيون. تمام، بهذا الشكل. طبعا هذه الوضعية فينا نشوف وضعية التوازن الكل بالله لو سمحت. توازن. اوكي، تمام. اوكي، نمد رجلك شوي لقدام بهذا الشكل. اوكي، تمام. طبعا هاي الوضعية من أحد الوضعيات التوازن اللي بتساعدنا على التوازن الجسدي والعقلي. اوكي، تمام، خلصنا. فينا نقعد، فينا نرتاح، فينا نرجع لوضعية الصحيحة اللي هي وضعية اللوتس. طيب هلا خلونا نتوقف شوي ونتابع هذا التقرير وبعدين بنرجع. اليوغا هي رياضة عقلية وروحية تهدف إلى دمج العقل والجسد في وحدة متجانسة، وهي تناسب جميع الأعمار. لا يستخدم فيها أي أجهزة رياضية، ويعود أصل نشأتها إلى الهند منذ 5000 سنة، ثم عرفها الغرب في القرن ال19 على يد معلم اليوغا بيلور إنيجار، وهو الشخص الذي نقل اليوغا إلى العالم، فأصبحت تمارس في أكثر من 70 دولة. تتعدد أنماط اليوغا التي تجمع بين تقنيات التنفس والاسترخاء والتأمل والحركات الجسدية، وقد أصبح لليوغا اليوم شعبية كبيرة، كونها تعد شكلاً من أشكال التمارين الجسدية التي تعتمد على وضعية جسدية معينة، وذلك بهدف تحسين السيطرة على العقل والجسم والحصول على الراحة. هناك أكثر من 100 نموذج مختلف من اليوغا، بعضها يضم حركات سريعة ومكثفة، وبعضها الآخر يتضمن حركات الراحة والاسترخاء، ومن ذلك اليوغا التي تدعى يين يوغا، وهذا النمط تأملي وتجددي من اليوغا، وينفذ لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 دقائق كحد أعلى، ويتم في وضعية الجلوس أو الاستلقاء على البطن أو الظهر مع التنفس. يوغا الأشتانغا، ويسمى هذا النموذج بيوغا القوة،
لأنه يركز على الحركات القوية مثل الضغط الذي يتطلب القوة والقدرة على التحمل. يوغا البكراما، أو يطلق على هذا النموذج أيضاً اسم اليوغا الساخنة، لأنه يتم في غرفة دافئة جداً، وهي طريقة مناسبة لزيادة مرونة العضلات. يوغا الهاثا، ويضم هذا النموذج سلسلة من الوضعيات بحيث تسمح بتدفق الطاقة الداخلية بحرية كبيرة، وتعمل على إعطاء الشعور بالنشاط والانتعاش، ولكن تنفيذها يتطلب التوازن بين القوة والمرونة. ومن الجدير ذكره أنه لما لليوغا من أهمية، أنشئ يوماً عالمياً لليوغا يحتفل به سنوياً في 21 من حزيران، وقد تم تأسيس هذا اليوم في عام 2015. تذكروا يا أصدقاء، اليوغا تناسب جميع الأعمار، الصغير والكبير. اليوغا من أجل سلامنا الداخلي. كوتش، شو هي فوائد رياضة اليوغا للأطفال؟ هلا هي فوائد عديدة طبعا. فوائد اليوغا أول شيء هي بتعلمنا التشاركية، المحبة والسعادة والسلام. هلا شعارنا باليوغا هو فرح، سعادة، سلام، المحبة اللي هن بينشروا الخير. تمام. فهي أول شيء نحن بنتعلم بيعلموه للأطفال من خلال المركز السوري لليوغا. طبعا هي الخطة اللي مشينا فيها السنة الماضية وهي السنة إن شاء الله، إنه نحن بنعلمهم المحبة. هذا أهم شيء، عناق المحبة. يعانقوا أي شيء، الأب، الأم، الأخوة، أي شيء هنهم بيحبوا. بالإضافة إنه بتعلمهم التشاركية، إنه يكونوا كلهم متعاونين لأي عمل بدهم يقوموا فيه. كمان هي بتعطينا ثقة بالنفس، بتعلمنا التنفس بشكل صحيح مثل ما حكينا من شوي، وهذا الشيء مهم جدا، لأنه أنا بس تنفست بشكل صحيح فإنه أنا حياتي صارت أحسن بشكل أفضل. تمام. بالإضافة إنه هي بتنظم لي عمل الدورة الدموية، بتعطيني مرونة للجسم، مرونة للعضلات. كمان نحن في عنا بسبب الفترة اللي مرينا فيها فوتنا يوغا الضحك اللي هي كثير عم نستخدمها هلا بالمدارس. بتطالع الطفل من حالة الاكتئاب ومن حالة الحزن اللي هنن عايشينه. تمام. فهي بضع من فوائد اليوغا. أيوة كثير منيحة. طيب كوتش، من أي عمر فينا نبلش نعلم أطفالنا اليوغا؟ هلا اليوغا فيها شيء، نحن الطفل من هو ببطن امه بيحسن يتعلم اليوغا. هلا رح تتفاجئوا انه كيف هذا الشيء، هو عن طريق تنفس الام. الام وقت تعمل يوغا تمام وهي تنفسها بشكل صحيح، فالولد هو عم يتنفس بشكل صحيح. فانه بعد ما يخلق هذا الولد، نحن في طبعا في رياضه اطفال والامهات لليوغا بشكل كامل. بعد ما يخلق ممكن من عمر 5 سنين نحن نبلش نعلمه اسس باليوغا، مثلا انه هو الاعتماد على نفسه، انه هو يفيق الصبح، يلمس جسده انه جسده معافى، يحمد ربه انه هو سليم ومعافى بشكل كامل. بالاضافه انه هو يرتب تخته، يفرش اسنانه، يغسل وشه. بالاضافه عناق المحبه، برد بكرر هذا كثير شيء مهم، انه نحن فقدنا للمحبه خلال هالسنين السبعه اللي مرت. يعني طبعا المحبه هي بترجع كل شيء، وهي بتودي للسماح وللخير. فنحن بنعانق البابا والماما بشكل صباحي واخواتنا. طبعا في اطفال ما بيكون في عندهم حدا، ايتام. تمام. فانه نحن كمان بنخليهم يعانقوا المخده تبعهم او يعانقوا حالهم. تمام. بالاضافه بنعلمهم كمان للاطفال بعمر 5 سنين وما فوق بالمدارس من خلال المركز السوري لليوغا كيفيه الحفاظ على الجسد معافى او العمود الفقري معافى من خلال بعض تمارين اليوغا وتمارين الاسترخاء، بحيث انه هو بيكون بعد دوام هو كثير حدا تعبان وحدا مجهد وفي كثير من الضجيج حوله، فبنعطيه شويه تمارين يسترخي فيها. بالاضافه كمان في عنا تمارين مفيده للعمود الفقري اللي هي اللي ذكرناها، القطه والشجره والى اخره. هي
تمام. من طيب هذا شو العمل. رأيك تعطينا تفضل. التمارين اللي بتساعد على الاسترخاء؟ الاسترخاء. هلا الوضعيه اللي نحن قاعدين فيها وضعيه اللوتس. تمام، تفضلي. نقعد كنا فيها وضعيه اللوتس، بنغمض العيون، بنغلق العيون بشكل هادئ ولطيف. طبعا التنفس حيكون نحن التنفس شهيق وزفير مثل من الانف، مثل ما حكينا، بالشهيق بننفخ بطننا، بالزفير بنبلع البطن بشكل هادئ ولطيف. نحن بنطرد كل الافكار السلبيه اللي نحن عايشين فيها او تواجهتنا، وبنركز على جسدنا الداخلي، على محبتنا نحن للناس، تمام، على التسامح، على المحبه وعلى الخير. هذا احد تمارين الاسترخاء اللي هو التنفس، وضعيه اللوتس. الوضعيه الثانيه اللي هي وضعيه الشفزانه، بيكونوا طبعا فيها استلقاء على الظهر، وضعيه الشفزانه. هون نحن بنغلق العيون بهي الوضعيه، وضعيه الشفزانه. هي الوضعيه هون بنسلم جسدنا بشكل، طبعا نحن بعد بنكون مارين بفتره من الضغط والعمل، طبعا هي للصغار وللكبار، مو محدود لاي حدا. فهي الوضعيه هون بنسلم جسدنا للارض الام، الارض اللي خلقنا منها نحن، تمام. بنعطي اوامر جسديه وعقليه لاطرافنا، لاجسامنا، لكل شيء بجسمنا، اصابع اليدين، الزند، الساعد، القدم، اي شيء بجسدنا بالاسترخاء الى الارض الام. بنغلق العيون وبنتنفس بشكل هادئ ولطيف، ويفضل انه يكون بمكان هادئ بحيث انه ما حدا يقاطعنا لمده 5 دقائق او 10 دقائق يوميا. فهي كثير بتساعدنا انه نحن نرجع من اول وجديد للعمل بشكل جيد ونشيط، واتمام كل شيء نحن بيترتب علينا من شغل او من دراسه او من شيء. فكل يوم 10 دقائق وضعيه الشفزانه او وضعيه اللوتس، فهي بتساعد انه نحن نرجع من اول وجديد نشتغل شغلنا بافضل شكل. لكن هلا خلونا نتوقف مع هذا التقرير لنعرف اكثر شو راي اصدقائنا برياضه اليوغا، وطبعا بفقره ما هو رايك. بحب اليوغا كثير، بتدرب عليها في البيت كثير. أنا بحب اليوغا كثير وبتدرب عليها بالبيت كل يوم. أنا بحب اليوغا لأنه هي بتهدي بعض الناس، عشان هلأ نكون هاديين وشاطرين. كوتش، سمعنا نحن عن تمرين الضحك، فينك تعرفنا عليه أكثر؟ ايه تمام. هلا مثل ما ذكرت لكم انه نحن بكل سنه بالمركز السوري لليوغا باداره الشارع مازن عيسى بنحط خطه تدريسيه لمنهاج اليوغا لتعليم الاطفال. من خلال هذا المنهاج دخلنا يوغا الضحك. يوغا الضحك طبعا خلينا نبلش بتمرين بسيط وحلو جدا للاطفال. هون حيكون بمثابه ايدنا هيك، حتكون مشدوده للامام، حتكون بمثابه، طبعا هذا تمرين، انا عم بعطيك التمرين. هون بكون مثابه ابريق في حليب، وهون في كاسه، تمام. فنحن حنعبي حليب بالكاسه على هذا الشكل. قولوا معي او اي نم 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 نم. طبعا هون نحن وقت انتم ما بتخيلوا السعاده اللي بيعيش فيها الطفل بداخل الصف، بيكونوا 30 او 40 طالب، بمجرد الضحك والسعاده اللي بيعطوكم اياها فرحه عارمه جدا. يعني انت من نفسك بتنبسطي انه نحن بنفكر حالنا نحن جايين نعطي لهذا الطفل الضحك، بيكون هو عم يعطينا الضحك، تمام. يعني من خلال هي الضحكه البريئه اللي هو
بتطلع نابعة من القلب، هو عم يعطينا سعادة لنا ونحن عم نعطيه سعادة. ونحن نشكر كل أطفال سوريا وأطفال العالم بشكل عام. وفي تمرين تاني آخر كمان للضحك، ونوع من التسلية والضحك. طالعنا برا الاكتئاب، قولوا معي شوي، تمام؟ حطوا ايدينا هون، شد كتافنا، ها 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 هو 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 هي 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 هي. تمام؟ اوكي، نعيده شوي معي، يلا بصوت عالي بس، يلا اوكي. ها 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 هو 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 هي 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 هي. اوكي، طبعا في تمارين تانية للضحك ان شاء الله بحلقات قادمة بنضطر لها. تفضلي. طيب شو هي النصائح اللي بتقدمها للمبتدئين بممارسة اليوغا؟ هلا النصائح، اهم نصيحه باليوغا هي انه نحن نفوت بمحبه، انه نحن نكون بنحب الجميع، نتخلى عن الانا. يعني الانا هي يكون نهائي، تمام؟ ونفوت بمحبه وسلام، ونحاول قدر الامكان انه نعيش تشاركيه ونكون يد وحده بكل شيء. هي اهم نصيحه، وما تبقى كل شيء. تمام. هلا خبرنا كوتش، وين ممكن نتعلم نحن رياضة اليوغا؟ هلا اليوغا فيك تمارسيها بالبيت، فيك تمارسيها اثناء وظيفتك، فيك تمارسي كمان اليوغا بالمدرسه، فيك باي وقت راحه انت بتحسي حالك فيه انه معك 5 دقائق او 10 دقائق، فيك تمارسي اليوغا من خلال التنفس، من خلال التامل، اغلاق العينين والتامل باشياء انا بحبها. تمام؟ من خلال اي شيء انت فيك تمارسي اليوغا. وفي نوادي طبعا، وفي كمان حدائق. طبعا هلا المعترف في برا باوروبا انه هن بيمارسوا اليوغا بالطبيعه، وهذا الشيء صح. تمام. عندنا هون للاسف يعني احتكروا شوي بعض النوادي وهيك. طبعا نحن بفضل تشاريا مازن عيسى والمركز السوري لليوغا نحن بنقدم اليوغا بشكل مجاني. تمام، ما بناخذ اي مقابل. المقابل تبعنا انه هن يعيشوا بسعاده وسلام فقط. طيب شو التطورات اللي بتتمنى انه نوصلها بمجال اليوغا عنا ببلدنا؟ هلا بنتمنى نحن من المعنيين بوزاره التربيه او باي حدا معني ومسؤول بهمه انه اطفالنا يرجعوا بخير وبسلام وبمحبه، وترجع هاي الضحكه لاطفالنا، انه شوي هيك يفوتوا لنا حصه اليوغا باحد المدارس، يعني بالمدارس بشكل عام عفوا، يفوتوا لنا اليوغا. هلا نحن مثلا في عندك بذكر لك مثلا عندنا بحلب صار في عندنا 10,000 طفل بيمارس اليوغا من خلال المدرسة ومن خلال المراكز المجانية اللي نحن بنقدمها، وبحمص نفس الشيء، وباللاذقية نفس الشيء، والآن بدمشق نحن في كذا مدرسة بدمشق مثل ست الشام، زكي الأرسوزي، كلهم شكرا لهم ولتعاونهم هن والمدارس اللي تعاونت معنا انه دخلوا لنا حصة اليوغا عندهم يومين اسبوعيا. فالاطفال عندهم صاروا في عندهم تلهف انه نحن ايمت الجروب اليوغا جاي، ايمت بدنا نحن. طبعا نحن عم نحاول قدر الامكان نفوت لهم اليوغا بس لنطالعهم من هي الحاله. شوفي هلا في شغله، ما في رياضه في العالم ممكن تعطيني السعاده وممكن ترجع لي الامان والسلام الا اليوغا، ونحن ببلدنا بحاجه هذا الموضوع. فبنتمنى من المعنيين من وزاره التربيه انه تكون ماده اساسيه بمنهاج الاطفال ان شاء الله. شكرا كثير كوتش نضال على كل هالمعلومات والنصائح القيمة اللي قدمتها لنا ولاصدقائنا اليوم عن رياضة اليوم. وهلا اصدقائي بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من حلقتنا لليوم وتعرفتوا على رياضة اليوغا. الى اللقاء بحلقات قادمة. اليوغا من الرياضات المهمة كتير، بتمنى انكم تمارسوها، اكيد رح اتعلمها. وهلا بدي لكم الى اللقاء. وقت برنامجنا لليوم انتهى، الى اللقاء.